شهر رمضان دايما بيبقى مختلف ومميز عن باقي الشهور بتاعت السنة. كلنا بنبقى مستنيين اللحظات الحلوة اللي بنعيشها فيه، من الفطار والسحور ولمة العيلة، كل حاجة. دايما بنبقى مستنيين الطقوس الدينية اللي دايما بنعملها في رمضان. عشان كده قررنا نجمع أصحابنا ونشاركهم اللحظات دي ونسألهم عليها. رمضان بالنسبة لي مسلسلات بقى وحاجات حلوة ومتحمس بنسبة 10%. بسهر مع صحابي، بنتجمع يعني كلها عادي. رمضان بالنسبة لي يعني ده الشهر اللي بغسل فيه ذنوب وحاجات كتير طول السنة. أنا متحمس كنا بنستعجلوا ازاي بالصلاة بنبدأ نجهز له حتى كان في البيت أو كده. كأي أم بقى بتجهز له الأكل، بالذات الأكل في رمضان. أنا بالنسبة لي أكل رمضان ده حاجة جامدة، بالذات مامتي بتعرف تطبخ حاجة جامدة. العيد دي طبعا قبل بشهر كده بنبدأ نخزن بقى نخزن بقى العصاير الفريش والكلام ده. بنبدأ بقى نستعد دي بقى بالزينة طبعا. بنعلق فوانيس، بنعلق زينة، تبدأ بقى نظبط بقى العزومات والجو الجميل ده. أنا بقى بشوف بقى الانترو بتاع المسلسلات بقى والحاجات دي. كل أنواع الأكل الجميل عشان بعد كده بتاكل الأكل اللي بيفضل تاني يوم أو بيبوظ. عندنا في البيت بيبقى بط، بس أنا مبحبوش، بيعملوا لي أو محشي. الخيرات اللي كلها بقى محاشي بأنواع ورق عنب بقى ومحشي كروم الحاجات الحلوة دي. مش حاجة معينة، بس أغلبية زي العادي المحشي ممكن اسمها ايه ده؟ ربع هذا بشاميل، الجلاش، الأكل اللي يعني عارفينه. اتنين بصراحة. قول أسماء. عمار وأدهم. لو شفتك في رمضان أنا مش عايز أقول لك أنا عامل فيك إيه. الاسم؟ نواش. صحابي كلهم يعتبر معظمهم. قول لنا أسماء. مثلا أحمد يسري. بلاش أسامي. ما تذكر لنا اسم ولا حاجة. ماشي ياسين. ياسين ها؟ من وأنا صغير من مامتي. يعتبر دلوقتي لأ خلاص إخواتي بوظوا. كان فانوس مفتش كومبو. مين؟ كان من والدتي. لسه محتفظ بيه؟ طبعا. هو فلوس جاني من والدتي طبعا، بس ده طبعا أسر. يعتبر ذكريات الطفولة ديت، واللعب في الشوارع والصواريخ والبومب وسلك المواعين. دلوقتي بقى الواحد خلاص بقى ما عادش ده. أنا وأنا صغير كنت واخده بصفة إن هو مناسبة وخلاص يعني. أما دلوقتي طبعا واخده بصفة مسؤولية، إن أنا عايز إن أنا أعدي الشهر ده إن أنا ما أخطأش في أي حاجة. طبعا كتير. لا بس غالبا جاي أنا أحلى حاجة كده. تقريبا إن رمضان هل علينا. كلمة فرعونية أنا أخمن معناها، ممكن إن هو جه، صح ولا لأ؟ أيوه. لا معرفش. في العزومات يعني إيه؟ رايح جاي على المطبخ في الطرق، بعمل شاي، قهوجي يعني. إن أنا مثلا بساعدهم في إن هم يجهزوا الأكل، هم الأطباق وكده. أكيد بتذوق الأكل وأقول لهم الأكل ده حلو أو وحش، وبلم الطباق طبعا. ومش حد معين بس أكيد عيلتي يعني. أنا وأصحابي نتلموا. صحابي بقى كلهم، احنا ما بنفطرش يوم في بيتنا. صحابي كلهم. كتير. كل رمضان كده. كل رمضان. لا وأنا صغير كتير. عملت شيء كبير. أنا حرقت شعري قبل كده.
ايوه انا مستني رمضان عشان اعمل كده. يعني اكتر حاجه بحبها كنافه القطر بصراحه. بحب القطايف. القطايف. اسمها ايه المثلثه اللي هو هي القطايف صح؟ والسمبوسه والجلاش.